السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاد عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا: الملك مستمر في قلعة إنفيلد. قائمة الأهلي للنصف نهائي انتركونتيننتال. شوبير: الأهلي خاطب اتحاد الكرة لفتح القيد في 1 يونيو، و4 محترفين حد أدنى لاستعداد الأهلي لكأس العالم للأندية. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. الملك مستمر في قلعة إنفيلد. تصدر محمد صلاح نجم ليفربول المشهد خلال الفترة الماضية في ظل كثرة تداول الأخبار الخاصة بشأن مستقبله مع الريدز. يأتي هذا بعدما أثار محمد صلاح الجدل مؤخرا بتصريح أكد خلاله عدم فتح ليفربول مباحثات تجديد التعاقد، وأن الأقرب هو رحيله عن النادي. وزادت حدة تلك التكهنات بعد انتشار تقارير صحفية أخرى تشير لوجود رغبة من قبل أندية أخرى للتعاقد مع محمد صلاح، مثل باريس سان جيرمان، انتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي. ونفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في تصريحات لوسائل الإعلام مساعي التعاقد مع النجم المصري قائلا: أنا أحب محمد صلاح، إنه جزء من عالمنا في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف: أنا فخور جدا بما فعله محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وليفربول، لدي احترام كبير له ولناديه، ولكن هو لديه عقد مع النادي، ولذا لم نتحدث معه أبدا. كما كانت قد أوضحت تقارير صحفية أن انتر ميامي الأمريكي الذي يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز يرغب في التعاقد مع محمد صلاح للعب معه بكأس العالم للأندية 2025. وأفادت التقارير بأن ميسي تواصل بنفسه مع محمد صلاح في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى انتر ميامي والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وكذلك الهلال السعودي الذي ربطت التقارير بينه وبين محمد صلاح في ظل رغبة النادي السعودي تدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة بمونديال الأندية 2025. الجديد في الأمر هو ما فجرته شبكة سكاي سبورتس العالمية بأنه تم الاتفاق بين محمد صلاح وليفربول بالفعل على تجديد التعاقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث. وتوصل الطرفان لحل وسط بعدما كانت ليفربول يريد أولا عقدا لمدة موسم واحد، بينما صلاح طلب التجديد لمدة 3 مواسم قبل أن يتم الاتفاق على التجديد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر. وأوضحت التقارير أن محمد صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ليبقى بذلك أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي. هذا وكان محمد صلاح قد تحدث مجددا عبر مقطع فيديو منتشر على منصة يوتيوب بشأن مستقبله، إذ قال: لا أعرف حتى الآن ولم أتخذ القرار، عقدي سينتهي بنهاية العام وسأرى الخيارات التي أمامي. وأضاف: الأمر الذي يفرق معي حاليا هو الفوز بالدوري الإنجليزي في النهاية، وأعتقد
أنني حينما سأعتزل كرة القدم بشكل نهائي سيكون ذلك خارج مصر. كما حرص صلاح على توجيه رسالة خاصة إلى الشباب في مصر قائلا: تمسك بحلمك، ستمر ببعض الصعوبات في تحقيقه، لكن بالكفاح والاجتهاد والثقة ستصل لهدفك في يوم من الأيام. أحمد شوبير عبر قناة الأهلي خاطب اتحاد الكرة المصري اليوم بضرورة فتح باب القيد من 1 يونيو المقبل حتى 10 يونيو بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. الأهلي يخطط للتعاقد مع لا يقل عن 4 صفقات للمونديال سواء في يناير أو قبل البطولة. قائمة الأهلي للنصف النهائي انتركونتيننتال مفاجآت بالجملة. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي ستخوض مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال والمقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري بقطر أمام الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي ومنافسه بوتافوجو البرازيلي. وأن السويسري مارسيل كولر اختار 26 لاعبا لمواجهة كأس التحدي، وشهدت القائمة استبعاد الحارس مصطفى شوبير للإصابة ويوسف أيمن لأسباب فنية، إذ جاءت القائمة كاملة على النحو التالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. خط الدفاع خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله. خط الوسط أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم ندفد، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا. خط الهجوم طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، سمير محمد. وتأهل النادي الأهلي إلى مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي. ومن المقرر أنه في حال تأهل الأهلي من مباراة دور نصف النهائي سيلاقي ريال مدريد بطل أوروبا على لقب كأس البطولة يوم 18 ديسمبر بإذن الله. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.